التغطية الصحفية لهذا الحدث اللي عندنا هنا في المؤسسة، اللي هو حدث ال 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 حدث يعني الافتخار بالإنجاز ديال المنتخب الوطني. مدرسة عبد الله بن ياسين هي مؤسسة غنية عن التعريف، تقع بجماعة حد ولد فرج. بطبيعة الحال يعني حاولنا أننا نستلهموا فكرة انتصار المنتخب الوطني يعني في مونديال قطر. والفكرة كانت أنه يعني كيف يعني نحاول أن نذكي تلك الروح الوطنية في وسط التلاميذ. فيعني بعد المشاورات يعني وبعد يعني المناقشة، خلصنا على أنه يعني أن هذا الروح هذه لا ينبغي أن تندثر، وحاولنا يعني تخليدها حتى في المؤسسة عندنا عن طريق هذه يعني التيمات يعني اللي في شكل رسومات. كيف لاحظتوا يعني حتى في شكل مقولات يعني ديال يعني القادة الذين يعني خلد يعني التاريخ أقوالهم، مثل الراحل الحسن الثاني رحمه الله، مثل المهدي المنجرة، مجموعة يعني من الناس يعني الذين كانت لهم يعني غيرة على الوطن. فحاولنا يعني أننا نخلدوا هذه الفكرة هذه. لاحظنا يعني من خلال تخليد هذه الفكرة يعني وهذه الرسومات على أن التلاميذ يعني تقبلوا هذه الفكرة يعني بنوع من الفرح، واعتبروا على أنه يعني الانتصار هو يعني أمر ليس مستحيلا، وبأنه يعني ما دام أن هناك يعني روح وإرادة، وما دام أنه يعني كاين واحد الخطة محكمة، ينبغي أن تفضي هذه الخطة يعني سواء في الدراسة، سواء يعني في الكرة، سواء في الرياضة، ينبغي أن تؤدي هذه الخطة إلى الانتصار في النهاية. صاحب الفكرة كيف كتعرفوا بأنه يعني كانت هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعني حاولوا أنهم يشتغلوا على الفكرة، من بينهم يعني الإدارة التربوية، من بينهم يعني مجلس التدبير ديال المؤسسة، من بينهم يعني بعض الشركاء ديال المؤسسة في شخص يعني تلميذ يعني من قدماء التلاميذ رضوان الزرقاوي. حاولوا يعني هاد الثلاثي أنه يشتغل على هذه الخطة، ويستلهم يعني هذا الروح الوطنية اللي اشتغل بها يعني المنتخب الوطني. وفي نهاية المطاف كيف كتلاحظوا النتيجة هي هذه، كيف كتلاحظوا بأن التلميذ يعني أصبح متحمس، وأصبحت يعني المؤسسة بالنسبة إليه هي ميدان للانتصار. وهذه الفكرة اللي حاولنا أننا نبينوا ليه يعني اللي بغينا التلميذ أنه ياخذها، بأن المدرسة هي ميدان لتحقيق الانتصارات وتحقيق الإنجازات، وبأن الانتصار والنجاح ليس أمر مستحيل. يعني الصورة كيف كتلاحظوا يعني أن يعني وليد الركراكي يعني مدرب المنتخب الوطني، يعني أنه دائمًا هذيك الكلمة التي كان يرددها يعني سير، 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 يعني لاحظنا بأن بمجرد يعني ترديد الكلمة، بمجرد لحظات يعني يحدث الانتصار ويعني تحقيق الهدف. فكانت يعني الفكرة أنه يعني سير، سير، سير. فكانت الفكرة أنه يعني أننا نستثمروا هذه الكلمات هذه من أجل أننا نقربوا الانتصار للتلميذ، الانتصار في الحياة المدرسية بطبيعة الحال. ويعني ما دام أنه يعني التلميذ كيدخل كيشوف يعني هذه الصورة تاع سير، سير، سير تقرا، فيعني كنقرّبوا ليه فكرة يعني النجاح وفكرة الانتصار يعني في الحياة الدراسية ديالو، ولِمَ لا في الحياة يعني العملية والحياة العامة ديالو. أنا عزيزة عليَّ المؤسسة بحكم هاد الشي اللي دار فيها وكذا، أنا فرحان بهاد الشي اللي دار في المؤسسة، والله يعاون من كان داخل في هاد الشي، والله ينصر سيدنا. الابن ديالي دخل في 86 المؤسسة وقرا فيها وكبرنا فيها كاملين، لا هو لا خوتو لا كل شي، ودابا هو مشى باش يكمّل قرايته في بلجيكا. وباقي الآن قرا تما وخدام تما وصافي، باقا جا هنا الله يرضي عليهم والله يعاونهم، والسلام عليكم.